خلينا بس متفقين كده ان البي 1 مقسوم 2. في بي 1 قريب من المستوى الاي 2 اللي هو اقل من المتوسط، وفي بي 1 اللي هو عايز يعلى للبي 2. طب انا افرق نفسي ازاي؟ والله لو انت بتتكلمي وسجلت لنفسك لمده 3-4 دقايق كده، يبقى انت بس بتحتها شويه، يبقى انت كده مستواكي بي 1 وعايزه تطلعي للبي 2. اوكي. اما لو انت مستواكي بي 1 بس اللي هو لا، الفويس ريكوردنج بتاعي ما جابش 3 دقايق، بتحته كتير، باجي بسمع مثلا انا مش فاهمه هو بيقول ايه شويه، يبقى انت كده قريبه من الاي 2. تمام. طب انا اعمل ايه يا ستي؟ قولي لي الحل، انا اعمل ايه؟ هقول لك الحل. اول حاجه كده اللي احنا عندنا الماتيريال اللي انا قلت عليها اي جي هوك. اوكي. كونفرسيشن. لو مستواكي اي 2 قريب منه، يبقى انت عندك اي جي فيرست كونفرسيشن. تمام. اما لو انت مستواكي A2 اللي هو قريب من البي 2، خش على السكند كونفرسيشن. افضلي فيهم حوالي شهرين بدون انقطاع يا شباب، عشان انا بلاقي ناس بتقولي البتاع ما جابش نتيجه. ما معلش، ما مش يوم 10 لا. الله يبارك لكم. دي اول حاجه. تاني حاجه بقى، عايزين idioms و expressions والعالم الشبيحه ديت. الكتاب دوت speak English like an American. اوكي. speak English like American. لو عايزين الماتيريالز تقدروا تبعتولي على الانستجرام او الفيسبوك، تقولولي كتاب الايديومز وكتاب الاي جي. اوكي. فدي كده اول حاجه. هو الكتاب طبعا متقسم لستوريز. اوكي. والستوري بتاعته حلوه ولذيذه جدا، جاي على هيئه conversation، وبعد كده هو بيقول لك كل واحد المعنى بتاعه ايه. خلصنا؟ لا. الحاجة التالتة ممكن تاخديلك حاجة كده تكتبي على يعني تكتبي هنا English conversation for B1 level، او لو انت عايزة تعلي بالمستوى اكتبي B2، يعني عشان توصلي للحاجة اللي انت عايزاها. اوكي. B2. اوكي. هيطلع لك بقى حاجات. في ناس بتسمع بودكاست على طول. اوكي. يعني هنا دايما هتلاقيها بودكاست، مفيش اي مشكله. المهم ان انت تسمعي وتعرفي المحادثه. ده هنا ده كله انا بتكلم في الجنرال انجلش. انا كده كله بتكلم في الجنرال انجلش. اوكي. لو بزنس انجلش الموضوع هيختلف.